انت اللي بتسمعني دلوقتي؟ ايوه انت. انا هحكي لك على اللي حصل وهسيب لك القرار، تكمل ولا تقف لحد هنا. بس لو قررت ان انت تكمل ما تحاولش تفهم، صدق، بس صدق، لان اللي هتحسه وانت بتسمعني مش مجرد خوف، دي حاجة اكبر بكتير. الحكاية بتبتدي من زمان، من زمان قوي، من سنة 1346. فالنتينا، سفينة ضخمة وكبيرة، كانت راجعة في الوقت ده من رحلات تجارية في الشرق سنة 1346، ومعاها حمولة غريبة، تماثيل حجرية مش مفهومة، مخطوطات مرصودة، حاجات غريبة من معابد قديمة، ومراية. بس مش أي مراية، مراية غريبة بيقولوا عليها إن هي مراية مسحورة. المراية دي بيتقال إن هي مش بتعكس صورتك، لأ، دي بتعكس اللي مستخبي جواك انت، اللي انت نفسك ما بتقدرش تشوفه عن نفسك، وتقدر كمان من خلالها تعرف اللي جاي في المستقبل. ودي حاجة بتلعب على فضول أي بني آدم خلقه ربنا. 7 شباب من اللي كانوا بيشتغلوا على السفينة فضولهم كان أكبر من عقلهم بكتير. ماركو وجاك ولوري وبيترو وألكساندرو وجوفاني وماثيو. ماثيو ده صاحب المذكرات اللي هنعرف من خلالها كل حاجة، اللي هيتكشف من خلالها السر الكبير. كانوا زهقانين، محبوسين في البحر بقالهم شهور، لحد ما قرروا يعملوا جلسة تحضير أرواح. مش لعب، لأ، كانوا بجد عندهم فضول وعايزين يعرفوا مين صاحب اللعنة اللي ماشية ورا السفينة دي. من ساعة ما خدوا الحمولة الغريبة دي وفي ناس بتموت، ناس بتموت من غير سبب. واحد وقع فجأة من فوق الساري، وواحد مات وهو نايم، وواحد اختفى مش عارفين راح فين. قالوا بس احنا لازم نتكلم مع اللي جوه المراية، احنا سمعنا عن المراية كتير، لازم نعرف الحقيقة. وقرروا فعلا، وبدأوا الجلسة في قاعة الولائم الكبيرة اللي في السفينة. أول ما دخلوا كان في هوا بارد، بارد لدرجة إن النفس اللي بيطلع منهم عامل زي الضباب. جابوا المراية وحطوها فوق ترابيزة، وحطوا شموع حوالين الدايرة، ومسكوا ايدين بعض وقعدوا حوالين الترابيزة زي شكل دايرة بالظبط. 7 شباب، كل واحد فيهم ماسك ايد التاني، والمراية في النص سودة لكن بتلمع. ماثيو قرر ان هو اللي يقرأ الكلام اللي كان في المخطوطات اللي جابوها. بدأ يتمتم بكلام غريب، كلمات لاتينية مش مفهومة. أول ما خلص أول جملتين، أول شمعة اتطفت على اليمين، طفت فجأة. بيترو قال وهو بيضحك، بس كان بيضحك بتوتر، ده هوا ولا ايه؟ جوفاني قال مفيش هوا في القاعة، القاعة مقفولة يا مجنون. تاني شمعة اتطفت برضه فجأة. المراية نفسها بدأت تطلع ضباب، وبعدين بان فيها خيال، مش انعكاسهم، لأ، ده كان حد واقف وراهم. لكن لما لفوا ما كانش فيه أي حد. جاك قعد يتنفس بسرعة وقال أنا سامع صوت، في صوت بيهمس في ودني. لوري قام فجأة وصرخ افصلوا الدايرة دي، في حاجة بتحاول تدخل حوالينا. لكنهم كانوا اتأخروا. المراية اتشققت، خرج منها زي بخار اسود وراح ناحية ألكساندرو. الراجل صرخ صرخة كبيرة زي ما تكون شقت صدره، لكنه ما قدرش يتحرك، اتجمد في مكانه وعينه اتقلبت. وفجأة نط من فوق الكرسي وفضل يخبط دماغه في الحيطة لحد ما دماغه اتكسرت ومات. أول ما شافوا المنظر ده قدامهم الكل هرب إلا ماثيو، وقع على الأرض واستخبى، والمذكرات كانت في إيده.
اللي كان بيكتب فيها كل حاجة. ماركو كان أول واحد يهرب من السفينة، وقال وهو مرعوب: لا 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 لا، أنا مش هكمل، في لعنة ماشية في السفينة دي هتمشي ورا كل واحد فينا خطوة خطوة. وركب قارب نجاة صغير وسط الضباب واختفى. محدش شافه تاني، لكن بعدها بأسبوع صيادين لقوه جسمه على الشط، مربوط بحبال من رجليه ومتعلق على شجرة، هو مفيش في جسمه نقطة دم واحدة. جوفاني لما سمع اللي حصله بدأ يتصرف بغرابة، بدأ يتكلم مع نفسه، أو بالأدق زي ما يكون بيتكلم مع حد جوه المراية زي ما قال. وفي ليلة كان فيها عاصفة كبيرة في البحر، دخلوا عليه الكابينة لقوه قاعد قدام المراية مبتسم وميت. المراية كانت مشروخة أكتر، وفيها بصمة كف محروقة من جوه. لوري أول ما شاف كده قرر يحط المراية في صندوق ويغرقها في البحر، لكنه وهو بيحاول سمع صوت بيقوله: لو غرقتني انت اللي هتغرق. سمعنا كلنا وهو بيقول: لا، لازم اغرق المراية. وفجأة اتسحب في البحر قدامنا كلنا، رغم ان المية كانت هادية. ولما طلعناه كان جسمه ناشف كأنه متحنط من 100 سنة. جاك فضل ساكت، كان رافض يتكلم وكان رافض ياكل، حتى كان رافض ينام من كتر الرعب. في يوم دخلنا عليه لقيناه قاعد ووشه للمراية ورقبته ملوية بزاوية مستحيلة، وكان كاتب على الحيطة بالدم: أنا شفت اللي جوايا. بيترو حاول يهرب زي ماركو، بس ما خرجش من السفينة أصلا، اتحبس جوه المخزن وفضل يصرخ لمدة 3 أيام متواصلة، صريخه موقفش لحظة. ولما فتحنا عليه لقيناه مقتول، بس مش مقتول بطريقة عادية، لقيناه زي ما يكون منفجر، كأن في حاجة فجرته من جوه. ماثيو فضل يكتب كل حاجة، وكان بيقول: لازم أوثق كل شيء، يمكن حد في المستقبل يقدر ينقذ نفسه وما يفتحش المخطوطات دي ولا يقراها ولا يبص في المراية. كتب آخر صفحة وهو بيقول إن هو سمع خطوات في الممر. السطر الأخير في المذكرة كتب فيه: دي مش مجرد مراية، دي حاجة أكبر بكتير. أنا مش لوحدي في السفينة، الكل مات، بس أنا متأكد إن أنا مش لوحدي في السفينة. كل حاجة اختفت فجأة من الوجود، كأن ما كانش فيه حاجة أصلا تتحكي أو تتكتب. في سنة 2025 فريق غطس تابع لمؤسسة أبحاث أوروبية كان بيستكشف حطام سفينة قديمة قرب سواحل اليونان. السفينة كان اسمها محفور على الخشب المتآكل، اسمها فالنتينا. وفي أوضة من الأوض لقوا صندوق معدني مقفول بشمع أحمر، جواه مراية صغيرة مشروخة ومخطوطات ومذكرة جلدية قديمة جدا مكتوب عليها: ماثيو 1346. واحد من فريق البحث خد المذكرة وخد المراية لنفسه، وللأسف اختفى بعدها ب48 ساعة، محدش يعرف عنه أي حاجة. لكن المذكرة والمراية ظهروا على النت، ظهروا في مزاد سري للتحف النادرة، طبعا الدارك ويب. واحد اشتراها من المزاد وبعتها لصديق ليه بيحب الأساطير والقصص الغامضة. الصديق ده كان دكتور نادر شاهين. قالوا: لو ناوي تحكي القصة احكيها صح، لأنها مش قصة وبس، دي لعنة. وبالفعل المذكرات راحت لدكتور نادر شاهين، أستاذ في الميثولوجيا القديمة بجامعة القاهرة، كان بيعشق الأساطير القديمة والقصص الغامضة. بعد أيام من استلامه المذكرات بدأ يحس بأصوات زي الهمس في بيته، وانعكاسات غريبة في المرايات، صفحات بتتفتح لوحدها وبتتحول لخط حديث مكتوب بخطه هو، رغم انه ما كتبش اي حاجة. سجل فيديو مرعب جدا بصوت بيترعش، وقعد يقول: انا ما بقتش لوحدي في الشقة، المراية دي بوابة، وماثيو كان بيحذرنا فعلا. بعدها بيومين جيرانه بلغوا الشرطة ولقوه ميت في أوضة المكتب، وعينيه مفتوحة ولسانه مقطوع، والمراية
المراية اختفت، ما كانتش موجودة، لكن المذكرات كانت لسه على المكتب ومكتوب عليها: لو لقيت المراية اوعى تبص جواها. يوسف سمير صحفي تحقيقات شاب متخصص في الظواهر الغريبة، كان ساكن في المعادي، وكان صاحب دكتور نادر شاهين، كان دايما بيبعت له الحاجات الغريبة اللي بيكتب عنها. بعد ما دكتور نادر مات، يوسف استلم طرد مش مسجل لقاه على باب الشقة. الطرد كان موجود فيه المذكرات القديمة وصورة ضبابية بالأسود والأبيض. الصورة كان فيها مجموعة من الشباب لابسين زي بحارة قديم، واحد منهم كان باصص للكاميرا وعينه سودة تماما، وورقة كمان كان مكتوب فيها: أنا حاولت بس فشلت وده دورك. يوسف بدافع الفضول بدأ يقرأ المذكرات، وأول ما بدأ ساعته وقفت فجأة. بعدها ب10 دقايق الكهرباء في الشقة قطعت. افتكر إن كل ده صدفة، لكنه في الليلة التانية وهو بيقرأ فصل الجلسة سمع صوت جاي من الحمام، صوت بيقرأ معاه نفس السطور. راح هناك ما كانش فيه أي حد. في الليلة التالتة كتب في دفتره: أنا شايف انعكاس في المراية، انعكاس شخص بس مش أنا. بعدها بدأ يشوف أحلام متكررة لسفينة في وسط الضباب، وناس بتصرخ من جوه القاع. كل مرة كان بيصحى يلاقي صفحة جديدة اتضافت للمذكرات بخط ماثيو. آخر صفحة اتكتبت بخط ماثيو كان كاتب فيها: لو وصلت للنقطة دي فده معناه إنك قربت تفهم اللعنة. ما تحاولش تبص جوه المراية، اوعى تبص جواها لوحدك، لازم حد يبص معاك، أو اخرج منها قبل فوات الأوان. بس يوسف قرر يواجه المراية. جاب المراية من الصندوق وحطها قدامه وشغل الكاميرا. الفيديو لسه موجود على اللابتوب لحد دلوقتي، ويوسف بيقول فيه: لو لقيتوا الفيديو ده ما تقروش المذكرات، اوعى تلمس المراية، انا هجرب افهم اللعنة علشان اعرف ايه اللي في الناحية التانية. الفيديو بيتقطع بعد 14 ثانية، وفي لحظة عينه بتتفتح قدام المراية، وفي آخر مشهد في الفيديو المراية فاضية، لكن انعكاس يوسف لسه موجود ومبتسم. يوسف بعد ما سجل الفيديو ما اختفاش ولا حصل له حاجة لحظيا، لكن بدأ يتغير، بقى منعزل أكتر، ما بيردش على تليفونات، ما بيكلمش زمايله في الشغل. أصحابه في الشغل كلهم بيقولوا إن نظراته كلها بقت فاضية. كل يوم بيكتب في دفتر صغير ويقفل عليه بقفل نحاسي صغنون. بعد أسبوعين جت مراته لقيته قاعد قدام المراية ووشه متغطي بالكامل بعلامات حفر غريبة، كأنه كان بيخربش جلده بضوافره، والمذكرة نصها محروق، لكن النص اللي باقي كان نظيف تماما كأنه لسه مطبوع حالا. يوسف ما تكلمش بعدها، ودخلوه مصحة نفسية. التشخيص: انفصام حاد مع أعراض هلوسة سمعية وبصرية، لكن طبعا احنا عارفين الحقيقة. واللي يخلي القصة توصل لمرحلة مرعبة بواقعية: محقق النيابة اللي استلم ملف القضية خد المذكرات كدليل، وبعد أسبوعين استقال فجأة، وكتب في استقالته: أنا مش مجنون، بس أنا شفت اللي ما يتشافش، شفت حاجات فوق استيعاب العقل. المذكرات دي ما بتتحرقش ولا بتتقطع ولا بتفضل في مكان واحد، كل يوم ألاقيها على مكتبي، وكل ما ارميها ألاقيها رجعت تاني على مكتبي. أنا مش هقدر أكمل. وبعدها ب3 أيام المذكرات اختفت، ومش عارف راحت فين أو لمين، ومين تاني ممكن يتأذي منها زي ما كلنا اتأذينا. من الآخر، مش كل مراية يتبص فيها ولا كل مذكرات قديمة نقراها، لأنه ممكن فضولنا يكون هو سبب هلاكنا. وساعات كتير التجاهل هو اللي بينقذ صاحبه.